رحمة بنا سنة عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة. نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد، ثبت يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لكل قوم طريقتهم في الاختيار بين الأمور. العرب مثلا عندهم الأزلام. الأزلام هذه أعواد يكتبون على واحد منها أمرني ربي، يكتبون على الثاني نهاني ربي، ثم يقرعون بينها ويسحبون، والذي يخرج له يفعله. أمرني ربي فعل، نهاني ربي لم يفعل. قوم ثمود أصحاب صالح عليه السلام يتطيرون أي إذا احتاروا في شيء قذفوا طيرا في السماء، فإذا طار إلى جهة اليمين فهو خير، وإذا ذهب إلى جهة اليسار فهو شر. حتى أنهم قالوا لصالح: اطيرنا بك وبمن معك، قال: طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. والغرب المعاصرون تتأثر اختياراتهم أيضا بأشياء معينة يتشائمون فيها. إذا وجدوا شيئا فيه رقم 13 أو مر أحدهم ببومة كان هذا عندهم علامة على عدم الفعل، وإذا رأوا حدوة حصان أو ورقة قرنفل فمعناه أقدم وفعل. الغجر يأتون بأوراق اللعب هذه وصدف ينظرون فيها ويقررون. اليوم بعض الجهال عندهم قراءة الكف والفنجان وقراءة الأبراج، أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فقط لكي يطلبوا المساعدة في تحديد قرارهم. فهل هناك طريقة ربانية لتحديد الاختيار لأجلنا؟ نعم يوجد، تابعونا. يا الله يا الله يا الله يا الله. الناس عندهم افتقار شديد إلى طلب المساعدة في الاختيار من قوة أخرى هي أكبر منهم، ولأنهم لم يهتدوا إلى الله تعالى فقد أتوا بأمور هي أقرب إلى الضحك والتفاهة، وهذا كله من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. أما المسلمون فقد أبدلنا الله تعالى طريقة هي خير من ذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. والحديث رواه البخاري. إنها صلاة الاستخارة. إن الذي يصلي الاستخارة شعوره وقلبه باتجاه ربه، اعتماده عليه، هو الذي سيدبر أموري وهو الذي سيوفقني. فإذا اعتمد على هذا الإله العظيم فإنه سيطمئن وسيرتاح، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا من استخرت الله، لقد وكلت القرار إلى من هو أعلم بحاجتك مني ومنك، إلى من هو أكثر رحمة بك حتى من نفسك. صدقني سيرشدك إلى أحسن ما يكون الاختيار. ولكن استخارة الملك ليست عادية، والوصول إليها يحتاج إلى ترتيب، فهنالك أفعال معينة وهناك كلمات محددة،
فليس كل أحد يقول ما يخطر بباله، لا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور، قال: كما يعلمنا السورة من القرآن. مسألة دقيقة. لماذا؟ لأن النتيجة عظيمة. ذكر بعض أهل العلم أن حكمة أداء الركعتين قبل الدعاء هو تعظيم شأن هذا الدعاء بما يليق، لأنك ستطلب خيري الدنيا والآخرة، فلا بد أن تكون مقدمة هذا الطلب بما يناسب هذا المقام، ولا شيء أرفع وأكرم من أن تجعل الصلاة هي المقدمة. أي والله. طيب في ماذا تكون الاستخارة؟ تكون في الأمور الغير معتادة، يعني لا يستخير هل يذهب للعمل أم لا، هل يقرأ الصحيفة أم لا. أيضا إذا أراد أن يستخير فإنه يستخير في الأمور التي لم يرد فيها تفضيل شرعي، فلا يتخير مثلا هل آخذ قرضا ربويا أم لا، ما يستخير هل أحج أم لا، لا، لكن يستخير هل أحج مع الحملة الفلانية أم مع الحملة الفلانية، نعم. أما أصل الموضوع فلا، لا استخارة فيه. لا يستخير أيضا في أمر لم يحسمه ولم يعزم عليه تماما. لهذا انتبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم بالأمر. ولذلك الاستخارة عند العزيمة والتصميم على فعل الشيء وقبل الشروع فيه، لأن الخواطر اللي ترد على القلب كثيرة. تخيلوا لو أنه استخار في كل ما بدا له وخطر على قلبه، تضيع عليه أوقات كثيرة. وهل الاستخارة وقت معين، يعني مثلا نصف الليل أو بعد فريضة معينة؟ لا، ليس هناك دليل على تحديد وقت معين، بل متى ما احتجت إلى الاستخارة فاستخر. طيب لو أراد أن يصلي الاستخارة في أوقات النهي عن الصلاة، يعني مثلا بعد صلاة العصر، فهل يصليها في هذا الوقت؟ الجواب يعتمد. إن كان الأمر مستعجلا بحيث يفوت وقته فهنا لا ينتظر. لكن إذا كانت لسبب يمكن أن يتأخر فالأفضل أن تؤخرها إلى ما بعد وقت النهي. ولو صلى سنة من السنن الرواتب ثم أراد استخارة فهل تجزئه؟ يعني مثلا صلى سنة المغرب وأراد أن يجعل سنة المغرب هي الاستخارة في نفس الوقت، فيقول الدعاء بعدها، هل يصح أم لا؟ ذكر أهل العلم أنه لا يلزمه أن يأتي بركعتين جديدتين، ولكن بشرط أن يكون قد نوى قبلها الجمع بينهما، بين الاستخارة وتلك الصلاة. فإن سألت ماذا أقرأ في صلاة الاستخارة من السور، الجواب لا يحدد بسورة معينة، بل يقرأ ما تيسر له من القرآن، لأنه لم ترد سورة معينة لصلاة الاستخارة. طيب إذا أردت أن أقرأ من كتاب، يعني الدعاء نفسه إذا انتهيت أقرأه من الكتاب، الجواب نعم يمكن ذلك، ولكن القراءة من الحفظ أفضل، إلا إذا قرأ في الكتاب يتدبر أكثر فنعم. وهل أكرر صلاة الاستخارة في الشيء الواحد؟ نعم يجوز، ورد ذلك عن ابن الزبير. ومن لم يتمكن من الصلاة فهل يقتصر على الدعاء فقط؟ مثلا امرأة عندها عذر شرعي، أو كان الرجل الذي يجب أن يختار ليس لديه وقت، لا يجب أن يختار الآن خلال ثوان معدودة كشراء سهم مثلا، فهذا لا يجد وقتا للصلاة ركعتين، ماذا يصنع؟ هنا لا بأس أن يقول الدعاء فقط. قال الإمام النووي: لو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء. ولكن أين يقول الدعاء؟ يقول الدعاء بعد فراغه من الصلاة مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وانتبه إلى أمر مهم عند قراءتك لدعاء الاستخارة، أمر مهم جدا يغفل عنه كثير من الناس. إذا ما راعيته لن يستجاب دعاؤك ولن تستجاب استخارتك. ما هو هذا الأمر؟ سأوضحه لكم لكن بعد الفاصل. يا الله يا الله يا الله. أمر هام، لا بد أن نعلم أن الدعاء لن يستجاب إذا كان صاحبه يقوله بلا استحضار ذهني ولا انتباه. يجب أن يكون مستشعرا للكلام الذي يتلفظ به.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. ولهذا إذا كنا نستخير الله تعالى فيجب أن تكون لنا خلفية عن معنى الكلمات التي نقولها، بعض الأسرار، بعض الحكم، أن نعلم المعاني، لأن الله قد يختار لنا دعاء في الاستخارة يجمع لنا الخير كله ولا يترك شيئا من الخير إلا جمعه. فعلا استخارة. اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم أني أستخيرك أي أطلب الخير منك. حرف السين مع حرف التاء إذا جاء في أول كلمة غالبا يدلان على الطلب، مثل استسقاء يعني طلب السقيا، استعاذة طلب العوذ، استجار طلب الجوار، وهكذا. أستخيرك أي أطلب منك الخير بعلمك. قال وأستقدرك بقدرتك أي أطلب منك أن تعطيني القدرة بقدرتك أنت. لكن قد يتساءل متساءل: لماذا الجمع بين العلم والقدرة بالذات؟ يعني لماذا العلم والقدرة؟ الجواب: لأن الجمع بينهما يحقق الهدف والغاية بالكامل. بعض الناس عنده علم يعلم الاختيار الأفضل لكنه لا يقدر عليه فلا يحقق مبتغاه، وبعض الناس عنده القدرة على أداء الأشياء، أشياء كثيرة يستطيع أن يفعلها لكنه لا يعلم أي واحد منها هو الأفضل، فجمع الله لك الخير كله بالجمع بينهما، فأرشدك إلى أن تقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، ثم تقول بعد ذلك وأسألك من فضلك العظيم، لأنك الآن تطلب، لست تستفهم، لا أنت تطلب الأفضل، فهو طلب للإعانة، تعليم وإعانة في نفس الوقت. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، وهذا فيه تذلل للمعبود. وبالمناسبة يجب أن نعلم أن الله يحب أن تتذلل له، أي والله، فإذا فعلت ذلك أعطاك ما تحب. ثم تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسميه يعني تذكره، شراء سيارة، الزواج من فلانة أو فلان، الدراسة في الكلية الفلانية، أي شيء تسميه باسمه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي. لماذا بدأ بقوله في ديني؟ لأن أعظم مصيبة هي المصيبة في الدين. ومن الدعاء الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولو حصل لك كل خير في الدنيا لما عوض ذلك عنك مصيبة واحدة من مصائب الدين. فبدأ أولا بالدين ثم بعد ذلك قال ومعاشي، وهذا يتعلق بالدنيا، فهذا من أدعية تجمع لك الدنيا والآخرة، فما أعظمه والله. يقول الله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال وعاقبة أمري، وذكر العاقبة هنا لأن الأمر قد يكون خيرا في البداية ثم ينقلب على صاحبه بعد ذلك، والعبرة بالخواتيم. فاقدره لي ويسره لي. لاحظ العبارة هذه، فاقدره لي ويسره لي. لاحظ الرحمة في طلب التيسير زيادة على طلب القدرة. فاقدره لي ويسره لي، لأن هذا الأمر الذي تستخير فيه قد يكون هو الأفضل وسيتحقق لك، لكن بعد ماذا؟ بعد تعب شديد. مثلا تستخير في بناء بيت فيحصل لك ذلك، لكن بعد أن تخرج روحك مع العمال ممكن، لكن هنا قال فاقدره لي ويسره لي. أرأيت كيف أن الدعاء دقيق؟ ما ترك شيئا، دقيق. انتبه معي للبقية. قال ثم بارك لي فيه، لأنه قد لا يكون مباركا. ربما تستخير في وظيفة تتوظف تقدر وبسهولة يسره لي، لكن الراتب لا بركة فيه، لا يمكنك أن تدخر منه فلسا واحدا. فقال ثم بارك لي فيه. ثم قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وهذا عكس ما مضر. قال فاصرفه عني، أي أبعده عني بحيث لا يقدر هذا الأمر ولا يقع. ثم قال واصرفني عنه.
طيب ما الفرق بين اصرفه عني وبين اصرفني عنه؟ أخي الكريم، أختي الكريمة، قد ينصرف الأمر لكنه لا ينصرف من قلبك. الأمر قد ينصرف عنك لكنه لا ينصرف من قلبك، مع أنه شر وأنت لا تعلم، فلا تزال تتمناه وتتحسر عليه وتتعلق به وتتمنى حصوله. فقال واصرفني عنه حتى لا أتعلق به إذا كان هو ما هو الخير. الله أكبر، ما أحلى هذا الدعاء. انظر إلى خاتمته، قال واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، لأنه بعد هذا كله قد يختار الله ما هو خير لك لكن لا ترضى به. فتأمل عظمة هذا الدعاء وجماله. حتى الرضا بعد النهاية حرص عليه الدعاء. والله ما كان لبشر أن يستخرج هذه الدرر من نفسه، ما يستطيع. هذا الدعاء لا يأتي إلا من الله الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تابعونا. يا الله يا الله يا الله يا الله. الآن بالتأكيد بعد شرح الدعاء ومعرفة معانيه وأسراره، عندما تدعو به لا شك أن الدعاء سيصبح ألذ بكثير. فإذا انتهى العبد من الاستخارة كيف يعرف أي الاختيارين أفضل؟ كثير من الناس يظن أنه سيرى في المنام شيئا، أو أنه سيسمع صوتا، أو سيحس بشيء في صدره، إحساس مرتاح ولا ليس بمرتاح. ليس هذا هو المنتظر من الاستخارة. المنتظر أن الشخص يوفق إلى الأفضل، والمطلوب الآن أن تمضي فيما تراه مناسبا، بحيث إذا كان هذا الأمر الذي استخرت فيه هو الأفضل فسوف يتم، وإلا فلن يتم. هذه هي الاستخارة، أن الله سوف يتمم أو لن يتمم. ولا تستعجل بحيث إذا رأيت الأمر تأزم قليلا تراجعت لأنها أمارة وعلامة من الله أن تبتعد. لا لا لا، ليست هذه هي الاستخارة. الاستخارة أن تطلب الخيرة، فإن تم الموضوع فهذه هي الخيرة، وإن لم يتم فهذه هي الخيرة. فلنحمد الله الذي أذن لنا أن نستخيره وأذن لنا أن نستعينه. كم من إنسان يقدم على أموره كلها ولا يجد إلها يعينه ولا ربا يوفقه. فاللهم لك الحمد أن عرفتنا بك، أنت إلهنا لا إله إلا أنت. مع لذة جديدة في حلقة جديدة، تابعونا. يا الله يا الله. رحمة بنا سنة عمود الدين والعروة المتينة، وودعتي في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة. نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب